السلام عليكم إخوان، حياكم الله. كنتمنى تكونوا ألف خير وعافية. بالنسبة لجواز السفر المغربي أي الباسبور، تضافت ليه 3 دول. يعني الباسبور المغربي غادي في واحد المرحلة ديال التقدم، وهذا الشيء كيعكس على الازدهار وعلى الاجتهاد وعلى التطور اللي غادي فيه المغرب، ولله الحمد. واش نقول لكم هاد 3 دول؟ قبل ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناة، تدعيم لهذا المحتوى طيب، وما تنساوش تعطينا الرأي ديالكم في التعليقات. كما كان الرأي ديالكم الإخوان غادي نعتبروه رأي بناء باش يساعدنا باش نطوروا هذا المحتوى الطيب بإذن الله، على بركة الله. الإخوان، اليوم بواحد المصدر اللي هو موثوق تعلن على ان المغرب تضافت ليه. هادشي مفعل، هو شحال هادي كيتقال، ولكن اليوم القرار من الموقع الرسمي ان المغرب تضافت ليه 3 دول. على القائمة ديالها كازاخستان. غادي تفعل هاد الاتفاقية اللي دارت، غتفعل في شهر سبتمبر المقبل. وكذلك تايلاند نفس الشيء. وهاد الجوج ديال الدول فيهم المدة ان المغرب يمشي بدون تأشيرة ويقوم بالجولة السياحية ديالو بدون ما يحتاج للتأشيرة. فقط يحتاج انه يكون عنده باسبور مغربي وياخد واحد التذكرة ديال الطيارة، يقطع التذكرة ويمشي. وكذلك الخبر اللي ما غاديش يصدقوه بزاف ديال الناس، وهذا الشيء الحمد لله ماشي غريب على الدولة بحال المغرب، ان الصين قررت في نوفمبر المقبل من هذه السنة ان شاء الله، اي في شهر 11، غادي تفعل الاتفاقية اللي دارت هي والمغرب. حتى هي غادي تعطي 60 يوم وبدون تأشيرة، فقط الباسبور المغربي والتذكرة ديال الطيارة، ويمكن ليك تمشي عند العائلة أو تمشي من أجل السياحة أو الأغراض الشخصية بكل حرية. وكذلك كاينين دول ولكن مازال ما تمش الإعلان عليهم، غادي حتى هما يتضافوا، بحكم أن المغرب غادي في واحد التقدم وفي واحد التطور وكيعرف واحد الإقبال سياحي. هاد الشيء غادي يستافد منه المغرب، وغادي تكون واحد الفرص كبيرة ديال التوظيف، حيت غادي تكون وتيرة وسائل النقل بطبيعة الحال. هاد الشيء تيزيد يكبر ويزيد من المطارات ومن الأشغال السياحية، وكتكون عنده واحد الآفاق واسعة، مما أنه كيفتح أبواب لعدة مهن وكذلك قطاع باش الأشخاص يتم توظيفهم، وكتوفر فرص عمل عديدة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كما قلت لكم ما تنساوش تشجعونا بلايك واشتراك القناة وتعليق جميل، كما كان ايجابي او سلبي غادي نعتبروه بناء، وعلى الله التسهيل، واللهم يسير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.